قل لك انا واش قال مرمول في نفس الكتاب. هذا الكتاب اللي راكم معتمدينه في ملف رسمي. هيا شد روحك وسامحوني، فناقل الكفر ليس بكافر. ومع كل احترامي لخوتي واخواتاتي، يقول مرمول في الكتاب هذا: كانوا المراركه يدوا نساهم وبناتهم للبرتغاليين مقابل الطعام. هذه إهانة، ومفروض الكتاب هذا يكون مرفوض ومحظور، ولازم المراركة يردوا عليه ويثبتوا العكس، ماهوش يعتمدوه ويديروه مرجع وهو أصلا قريته كامل وما فيهش ذكر القفطان المغربي. مفروض المراركة يقولوا شكون اللي حط اسم هذا الكتاب في وثيقة حكومية رسمية وأعطاه هذه الشرعية التاريخية. هستر مستر الله، لأنه قال أيضا في نفس الكتاب هذا مرمول، قال المراركة همج وأنذال. لا إله إلا الله. هذه المصادر الإحالة اللي تقول لي روح اقراها. هاو مرمول، هذه بضاعتك ردت إليك، القفطان ما فيهش وفيه الإهانة. هما اللي نصحونا بقراءته وهنا قريناه. ونروحوا للكتاب الثاني من مصادرهم في هذه الوثيقة الرسمية اللي هو كتاب شيني. شيني قال كلام أكثر فحشا، قال عندهم سوء النية وسوء الطبع، وقال هذا الشعب الجشع الفقير والمنحط ولا الذليل بسبب القمع، وقال عبيد لم يفعلوا شيء لأجل حريتهم، وقال غدارة وما يثبتوش على العهد، وقال من بكر يحبوا العبودية والخنوع، وقال ما همش متربيين، وقال ما يحبوش بعضاهم وما عندهمش حسن النية، وقال لا تصاحبهم ولا تدير فيهم ثقة لأنهم يحكمهم قانون واحد هو المصلحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله سامحوني خوتي، ما أنا إلا قارئ للمصدر اللي هما أحالونا ليه في هذا الملف. وزيد يحكي على السلطان تاعهم، قال ما نحبش نحكي القصص تاعو لكي لا أهين الإنسانية بسرد حماقات هذا المسخ. وقال على السلاطين العلويين يستخدموا الدين للتمويه والغدر، قد ماتوا شر ميتة ويستاهلوا لأنهم مجرمين. وقال على سلطان علوي آخر فاسد الأخلاق، سياستهم همجية. وقال على السلطة في المروك هي الأكثر استبداد اللي تقدر تخيله، والرعية في هذه البلاد لا يملك أي شيء وما عندوش حتى حق الرأي أو الكلمة ولا حتى حق الوجود. واش رأي؟ هذا هو المصدر اللي أعطيته الشرعية باه نقروه. نزيدوا هذه فقرة تهم خوتنا الصحراويين، بما أنهم حطوها في ملف أممي في اليونسكو، تقدر تقتبس هذه خويا العزيز، لانه هذا اعتراف بالجمهوريه الصحراويه. المصدر تاعهم حدد الجغرافيا تاعها، وقال تارودانت اللي هي ضواحي اكادير هي الحد الجنوبي للمروك، وقال على الشعب الصحراوي عايش في جمهوريات قبليه بعيده على سلطه العلويين الاستبداديه، بل الصحراويين يختاروا رؤسائهم بانفسهم. هذا كلام ثمين جدا خوتنا الصحراويين، وربما كانوا راح يرفضوه المراركه قبل هذه اللحظه، لكن درك راهم هم عطاوه الشرعيه هذا النص. واش رايكم خوتي؟ هذا كتاب شيني، يعني إذا السيد صادق مشكلة لأنه ما خلى لهم ما بقى لهم، وإذا كان السيد كاذب مشكلة لأنهم زكوه كمرجع في الوثيقة الرسمية الحكومية تاع القفطان. وإذا السيد صادق في القفطان وكاذب في الباقي، هذا طبعا من يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ونبقوا مع مصادرهم. هذا الكتاب تاع جورج هوست اللي استشهدوا به أيضا، هو فعلا يذكر القفطان في المروك، بصح وقتها يذكره في القرن الثامن عشر، بصح راه قال تاع الأتراك. يقول على المراركة هذا المصدر: كاذبون خرافيون منافقون مخادعون لا عهد لهم. ويقول أيضا أحد أسباب تخلفهم هو الجهل، هذه وحدة، ما بين رجالهم والعياذ بالله. هذه مصادر اللي ثمنها أنت في التاريخ المغربي. ويقول على الصحراء الغربية: وادنون هو نهر يعتبره الملك بنفسه نهاية حكمه ولا سيادته تجاه الجنوب. ونعاودوا نفس السؤال: صادق ولا كاذب ولا تؤمنون ببعض الكتاب؟ سامحوني خوتي، بعدنا ياسر على موضوع الحلقة اللي هو القفطان، ولكن نقدروا نرجعوا له من باب المقارنة الموضوعية والعلمية الثقافية. وبيني وبينكم الفار راه دار معنا مزيان، دوزها لينا، وما ضربة جزاء لا غبار عليها، ضربة جزاء وبطاقة